النادي الاهلي ينتصر على سموحه بهدفين نظيفين. وقبل ما نتكلم عن المباراه هو في سؤال، هي ليه التشكيله دي؟ يعني انا ليه بلعب 3-4-3؟ ليه يعني هل انا كورتي حلوه؟ هل انا عندي لعيبه تقدر تعمل عمليه البناء من تحت كويس؟ عندي لعيبه كره؟ هل انا عندي الكلام ده؟ لا، ده انت دفاعك اصلا في الطراوه، دفاعك في الشوربه، نص ملعبك ضايع، التلت الامامي ما تسالنيش فيه، ما اعرفش عنه حاجه. فانا ليه ابدا ماتش في الدوري كحيان بلاعب سموحه بدفاعها المهلهل ده واظهر بشكل كويس عشان خاطر سموحه وحش؟ اصل اوعى تفتكر ان الاهلي قد بشكل النهارده كويس، هو احلى من الماتشات اللي قبلها. بس انا ليه ابدا ب 3-4-3 وفي بدايه الشوط الثاني ابتدي اغير، اسحب اشرف داري وانزل كوكا نص ملعب؟ رجعت ال 4-3-3 العاديه بتاع الاهلي او بتاعه كولر اللي بدا يلعبها مع الاهلي. ليه؟ انا ليه ما احطش تشكيلتي سليمه مليون في الميه من الاول خالص؟ العب بكل اوراقي باللي عندي، انا عارف ان مفيش حلول بره، مفيش زفت بره، بس العب بتشكيلتي اللي بلعب بيها. تدخل المباراه شوط اول في سلبيه في الاداء، في توهان، في عشوائيه في نص الملعب، مفيش ادوار محدده، انت يعني ما تحسش ان اللاعب ده واخد دور محدد في نص الملعب. مفيش مروان عطيه، مش شايف مروان عطيه، انت مش حلقت يا معلم؟ انت مش حلقت الحلقه اللي بيحلقوها لا مؤاخذه شويه العلوق اللي في الاهلي دلوقتي؟ انت وامام وقفشه انتوا عايزين حلاق دلوقتي، بس انت مدير الكره بيلبس البنطلون بكيس فمش هتتكلم مع لاعب بيحلق حلقه زي دي. فنص الملعب اداء عشوائي النهارده، بديل بامام وقفشه، وقلنا مليون مره امام وقفشه مع بعض. انت ليه مصر تربك اللعيبه مع بعض؟ امام كان بياخد واجبات ان هو بيزيد اكتر، تمام، كل ده على عيني وعلى راسي. طب هل امام اصلا في افضل احواله ان انت تديله ادوار هجوميه اكتر؟ لا. طب ما تلعب امام مكانه وسيبه زي ما هو، سيبه متداري زي ما هو. قفشه بينزل اساسي تايه في الملعب، لا ليه شكل ولا ليه طعم ولا ليه له. فكك من الجون اللي هو جابه، فكك، سيبك مش عشان اللاعب سجل النهارده يعني امام سجل. هل امام كده كان احسن واحد في المباراه؟ اطلاقا. كلها كانت مجهودات فرديه النهارده من اللعيبه اللي بدات ترجع شويه. حسين الشحات، حسين الشحات النهارده كل كوره يستلمها يباص، يستلمها باص ثرو لامام، انفراد هات جول، ثرو لقفشه انفراد. طبعا قفشه مش هيسجل، احنا عارفين قفشه هو جول واحد في المباراه ده، لو جاب اكتر من كده يبقى تبذير وافتراء وحرام. فالشحات بدا يستلم كره، لا انا مش هتفلسف، مش هلف حوالين نفسي، انا همرر على طول، هلعب السهل. ولما لعب السهل يعني يعتبر من وجهه نظر الشحات افضل لاعب في الاهلي. مش هقول نجم المباراه عشان ما فيش نجوم، ما فيهاش نجوم، لا ترتقي ان انت تقول نجم المباراه، بس افضل لاعب في الاهلي من وجهه نظري كان الشحات. حتى واجباته الدفاعيه لما كان بينزل يمين ناحيه الباك رايت، خلاص ما فيش باك رايت، انت بتلعب من غير باك رايت قبل ما اكرم يرجع باك رايت، فخلاص. فكان الشحات بينزل يغطي لك الحته دي 10 على 10 من نجوم. طبعا وسام ده في حته ثانيه، يعني وسام ده كده ما شاء الله ربنا يحميه في حته ثانيه. عشان يجي كولر طبعا في الشوط الثاني يحس ان الدنيا مش متظبطه، فاعمل ايه؟ 3 بسرد باكات، 3 جديده، دي جديده. يعني العب ب3 سرد باكات، هلعب بالباك ليفت لو الباك ليفت شغال عندي، انما الباك ليفت ميت. حتى يحيى عطيه طلعه، انا مش عارف بعض الاهلاويه طالعين بالسما، انا لسه مش شايف. يعني انا معلول في المكان ده بصراحه يعني مغمي عيني عن اي لاعب تاني هيجي، هتظلم اي لاعب تاني هيجي. فيحيى مش واو قوي، مش معلول، مش هنقول بقى معلول اعتزل وكان زمن معلول، لا لسه معلول موجود، فمش معلول. فمش هندهش قوي من اللي بيقدمه يحيى، لان يحيى بالنسبه لي ما قدمش حاجه. احسن الوحشين اللي بيجوا، انما مش الواو يعني. فهتسحب لاعب فتنزل لي كوكا، الجول يا دور بتاع نص ملعب الاهلي كوكا. هو انت خلاص انت تتقبل الفتره دي، تقبل اي لاعب لان ده هو انت مجبر تتقبله، مفيش بديل، ما عندكش بديل. السوليه بينزل زي ما انت شايف بيتمشى في الملعب، مش قادر يجري، هو خلاص جاب اخره، عشان حسين الشحات وهو افضل لاعب في المباراه زي ما قلت لك من وجهه نظري ثرو باص لامام عاشور. الحياه مش صعبه، الحياه عايزه تشغيل دماغ. الحمد لله امام يروح، معرفش ايه البالونه اللي انت شايلها في الشراب دي، بنتك بقى ومش بنتك، والشغل شغل التلقيح النسوين ده انا عارفه، فما تقوليش بنتك احتفل معاها في البيت مش قدام الناس. فثرو باص من حسين الشحات امام عاشور انفراد جوه الجول، ما فيهاش كلام، 2-0 خلصت مباراه اجمل حاجه فيها هو النتيجه 3 بونت، انما فنيا بقى وتكتكس ما فيش الكلام ده.
للامانه مفيش الكلام ده، لان انت ما عندكش اصلا الكواليتي. انا عندك صانع لعب زي الناس. قفشه اللي يعني بدانا نهاجم كولر عشان قفشه بيقعد. طب قفشه بيلعب بيأدي ايه؟ قفشه ما بيأديش. امام ايدك والارض، ما تستناش منه حاجه. لازم لاعب نص بقى، الامام ده لازم يقعد دكه، لازم يجرب طعم الدكه عامله ازاي عشان تبتدي تشوفه في الملعب. انما امام طول ما هو رجليه في الملعب، طول ما مفيش لاعب قاعد مهدده بره، قفشه مش هيهدد لك. امام عاشور اعلى من قفشه بمراحل. اي مدرب هيجي هيلاعب امام عاشور على قفشه، لان هو اعلى من قفشه بكتير والله، سواء في 8 او سواء في 10، سواء في المركزين من دول. فانت لاعب مطمن خلاص، مفيش لاعب، مفيش بديل، مفيش لاعب يقعدني دكه، مفيش لاعب يهددني، هخاف من ايه؟ في النهايه او في المجمل هو فوز ب3 بونت. لا اداء يطمن، ولا شكل اللعيبه تطمن، ولا اداره اصلا تطمن. لحد دلوقتي بتتكلم في 7 يناير ولا صفقه دخلت الاهلي. فاقبل بالوضع وارضى بالوضع. بالنهايه فوز مهم للنادي الاهلي، فوز بتعتلي بيه صداره ترتيب الدوري. محتاج صفقات، محتاج تدعيمات في شهر يناير، ما تستناش لكاس عالم للانديه. محتاج مدير فني يليق باسم النادي الاهلي ويليق بطموح جمهور الاهلي، مش اداره الاهلي. اداره الاهلي دي اركنها على جنب، لا طموح ولا شغل، ولا شايفين شغلهم، ولا بيتقوا الله في شغلهم. محتاج تدعيمات عشان عندك كاس عالم للانديه. ده لو نفسك تعمل حاجه او تكتب تاريخ للاهلي. عايز تروح تلعب ال3 ماتشات، ممكن تبعت الناشئين، مش مستاهله تبعت الفيرست تيم. ده انا الكلام ده للاداره او لطموح الاداره التعبانه. انما لو عايز تحقق انجاز وتكتب تاريخ للنادي الاهلي فوق التاريخ بتاعه، اتمنى الاداره تتحرك في حته ملف الصفقات. وبالتوفيق للنادي الاهلي. سلام.